المؤتمر السنوي اللي هو CES ده اللي الشركات فيه بتعلن عن اقوى منتجات عملتها. والسنه دي مؤتمر CES 2023 الشركات نزلت بمنتجات جديده، وهنا هنعمل توب 5 لاهم 5 حاجات نزلت في المؤتمر ده. اول حاجه من شركه سوني بلاي ستيشن وهي بروجكت ليوناردو. بروجكت ليوناردو ده هو عبارة عن كنترولر جديد، دراع تحكم جديد للبلاي ستيشن 5 مخصص للناس اللي هم ذوي القدرات الخاصة. الدراع بيجي بشكل مختلف وبأحجام مختلفة، يعني هو بيبقى عبارة عن ستيكس كبار بأحجام مختلفة، وحتى الزراير كمان أحجامها مختلفة، وكل زرار تقدر تحط الفانكشن بتاعته، اللي هو مثلا انت عندك زرار واحد كأنه بتدوس على الار2 والال2 مع بعض، لأن ده هيسهل تجربة الألعاب بالنسبة لهم ويقدروا يستمتعوا بالألعاب لفترة أطول على البلاي ستيشن 5. ودي حاجة كويسة جدا بصراحة، بالذات الزراير والستيكس اللي بتيجي بأحجام مختلفة عشان تناسب كل شخص. وبمناسبة الدراعات برضو، فشركة ايسوس ريبابليك اوف جيمرز اللي هي روج نزلت كنترولر للإكس بوكس. هو دراع للإكس بوكس عادي جدا، بس فيه شاشة صغيرة بمساحة 1.3 انش، دي بس بتعرض النوتيفيكيشنز بتاعت الألعاب. تاني حاجة من شركة نيفيديا وهو الكارت الشاشة الجديد الRTX 4070 Ti واللي نازل بسعر $800، وده يعتبر نسخة خفيفة من كارت الRTX 4080. دايما أي حاجة TI في نيفيديا لما بتنزل في أي سلسلة من السلاسل بتاعت كارت الشاشة، سواء RTX 30 أو RTX 20 أو IGTX، فدايما التي اي ده ميزته ان هو بيديك اداء قوي وسعر متوسط بالنسبه لاعلى كارت في الفئه بتاعته. فاحنا هنا بما ان اعلى فئه دلوقتي في نيفيديا هي الRTX 40، فالRTX 4070 Ti سعره بالنسبه للامكانيات بتاعته حلوه جدا. الفكره هنا ان هو بس خد كارت الRTX 4080 وخلاه بدل 16 يبقى 12 جيجا وقلل السعر $100. كمان الكارت ده هيبدأ يظهر على حوالي 170 موديل من اللابتوبات اللي جاية بعد كده. تالت حاجة من شركة نيفيديا برضو، ولكن ده مش منتج ملموس، دي خدمة كلاود جيمنج زي خدمة جي فورس ناو. مؤخرا بدأ يطلع خدمات سحابية جديدة زي الجوجل ستيديا والجي فورس ناو، اللي هي بتخليك تقدر تلعب الألعاب على أي جهاز، بس انت تبقى مرتبط بالإنترنت مش مرتبط بإمكانيات الجهاز نفسه. ونيفيديا عندها خدمة اسمها جي فورس ناو للخدمات اللي هي بتقدر تلعب عن طريق النت برضو. المرة دي نقلت الجي فورس ناو دي للعربيات، ان انت تقدر تلعب جيمز على العربيات. ده طبعا مش معناها ان انت لو عندك عربية ان انت تقدر تلعب الألعاب دي وانت سايق، لان الخدمة دي اصلا متركزة للناس الركاب، والخدمة دي موجودة لأنظمة الاندرويد اللي هي مدعومة للعربيات او انظمة العربيات نفسها. والشركات اللي بدأت تتبنى الخدمة دي شركات زي BYD وهيونداي وكيا، وطبعا شركات كتير جدا هتبدأ تاخد النظام ده واحدة واحدة، او الخدمة دي يعني هتاخدها واحدة واحدة في انظمة العربيات بتاعتها. ولو انت العربية بتاعتك هتبقى مدعومة ان ينزل فيها الجي فورس ناو، فانت مش محتاج ان انت تشتري حاجة زيادة. انت كل اللي هتعمله بس ان انت يبقى معاك جيم باد ومعاك انترنت كويس، وشكرا على كده تقدر تلعب في العربية في اي وقت. ومناسبة الشاشات بقى، فرابع حاجة معانا من شركة سامسونج وهي شاشة سامسونج اوديسي نيو G9. شاشات الاوديسي من سامسونج دي الشاشات اللي هي بتبقى الترا وايد، بتبقى شاشات عريضة جدا بتغنيك ان انت يبقى عندك شاشتين او 3 مع بعض. هي لوحدها شاشة بتوفر لك مساحة كبيرة ان انت تقدر تعمل مالتي تاسك وتقدر تحط برامج وحاجات كتير مع بعض، وكمان تجربة جيمنج مميزة. الشاشة مساحتها 57 بوصة، الريزولوشن بتاعها 8K، يعني يعتبر الشاشة دي اصلا كأنك حاطط شاشتين 4K جنب بعض، بالذات لما انا شفت شاشات الاوديسي اللي 34 بوصة اصلا عريضة، فما بالك ان دي 57، حاجة جبارة. خامس واخر حاجة معانا من شركة ايسوس وهو لابتوب الاسوس زينبوك برو 16X OLED. اللابتوب ده بيجي بتصميم غريب شوية، وهو الكيبورد اللي بتطلع لفوق اول ما تفتح شاشة اللابتوب، وده الشركة عملته عشان يبقى نظام تبريد كويس لللابتوب، وكمان بيبقى فيه الوان وحاجات كده وحركات حلوة. يعني نظام التبريد اللي هو الاكتيف ايرودايناميك سيستم، غير ان هو بيسهل لك الكتابة، يعني لما الكيبورد تبقى مرفوعة شوية فوانت قاعد بتكتب هيسهل لك تجربة الكتابة على اللابتوب. الشاشة مساحتها 16 انش بريزولوشن 3.2K، شاشة اوليد وبيزل رفيعة خالص حوالين الشاشة، وكمان التردد بتاع الشاشة 120 هرتز. كمان لوحة الارقام النمبر باد اللي بتبقى على يمين الكيبورد هي مش موجودة، ولكن بتظهر لك على الماوس باد اللي تحت نمبر باد لو انت عايز تكتب الارقام. غير كمان ان جنب الماوس باد هتلاقي فيه زي
دايره كده صغيره او نوب صغيره كده تاتش، وده بيبقى مفيد جدا في برامج زي ادوبي وبرامج الميوزك برودكشن عموما. كمان بيبقى حلو جدا في برنامج دافينشي ريسولف بالذات في الكالرنج، لان الكالرنج اصلا في برنامج دافينشي عباره عن دواير، فالموضوع ده هيبقى حلو جدا بصراحه. اما لو هنتكلم عن امكانيات اللابتوب في الاداء، فطبعا بيجي باقوى حاجه ممكنه، بيجي ببروسيسور انتل كور i9 الجيل ال 13 14 كور، وكمان بيجي بكارت شاشه نيفيديا RTX 4080، بالاضافه لهارد 2 تيرا SSD، وكمان رامات 32 جيجا بميموري حلوه جدا 7500 ميجا هرتز. اللابتوب فيه 6 سماعات، وده هيديك ستيريو حلو جدا، غير طبعا ان المايك بتاعه فيه نويز كانسلنج. النويز كانسلنج بيحصل ان فيه اكتر من مايك في اللابتوب، حوالي 4 مايكات مثلا، بحيث ان هو يقلل النويز على قد ما يقدر. كان في لابتوب نزل قبل كده من اسوس وهو زينبوك برو 14 ديو، وده عملنا له فيديو قبل كده فعلا. وهو اللابتوب ده كان عبارة ان في شاشة تانية تحت شاشة اللابتوب الرئيسية، بتديك حاجات زيادة واوبشنز زيادة على الشاشة بتاعت اللابتوب. انا بالنسبة لي الصراحة ان الديزاين ده احسن من الديزاين اللي موجود في ال 16. انا بس ممكن اخد من ال 16 حتة السيركل النوب الصغيرة اللي هي جنب الماوس باد دي، لو كانت محطوطة مثلا في لابتوب الزينبوك برو 14، ده فعلا الخلطة الجامده يعني. وعموما هو اكتر حاجه نزلت في الايفنت بتاع الCES ده اللابتوبات، وطبعا كل اللابتوبات دي يعني الامكانيات كلها متشابهه في حته ان طبعا فيهم كور i9 و RTX 4080 وكل حاجه. بس مثلا ريزر هتلاقيها نزلت لابتوب بدل ما يبقى فيه 32 جيجا رام، فيه 64 جيجا رام و4 تيرا SSD. لابتوبات وحاجات كتير نزلت، بس احنا ركزنا على الحاجات المميزه والحاجات المهمه عموما بالنسبه للجيمنج. وبس كده، ده كان ملخص للتوب 5 في مؤتمر CES 2023. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.